فيلمنا بيبدأ ببنت اسمها سام بتكون يتيمة وعندها 18 سنة، وبتكون عايشة في دار للأيتام مع صديقتها هيز اللي عندها 8 سنين. وبنشوفهم هما بيعملوا فيديوهات للغنى وللرقص على الموبايل، بس بنكتشف ان سام حظها سيء جدا لدرجة ان الديكورات كلها اللي هي عاملاها بتقع عليها. بس هيزل مش بتستغرب لانها عارفة ان سام حظها وحش جدا، وبتاخدها بعد كده على اوضتها وبتوريها علبة حاطة فيها تمايم للحظ، وبتقول لها انها تاخد واحدة علشان حظها يكون حلوة، وبتقول لها انها جمعتهم على امل ان العيلة اللي جاي يوم الجمعة تاخدها من الميتم ويخلوها تعيش معاهم في بيتهم. وبتقول لها انها مش ناقصها غير قرش الحظ، فبتقول لها سام انها اول ما تلاقي القرش ده هتجيبه لها. فبتشكرها هيزل وبيقوموا علشان يكملوا الفيديو اللي كانوا بيعملوه. بس المشرفة بتدخل عليهم وبتقول لسام ان موظفة الخدمة الاجتماعية جاء، وبنعرف بعدها ان ده اخر يوم لسام في الدار لانها كملت اخيرا 18 سنة، وانها لازم تسيب الدار علشان تتعلم وتشتغل وتعرف تدفع فلوس البيت اللي هتقعد فيه. فبتعيط وبتودع صديقتها هيزل وبتوعدها انها هتجيلها يوم الجمعة وتشوفها قبل العيلة دي ما تاخدها. وبعدها بتركب العربية مع الأخصائية الاجتماعية وبتشوف الملف بتاعها، وبتشوف أول صورة ليها وهي في الدار وكان وقتها عندها 5 سنين. وبتقول لها الأخصائية ان شغلها بعد كده هيكون في سوبر ماركت وانها تروح الشغل بدري ومتتأخرش. واول ما سام بتوصل لبيتها المفاتيح بتاعتها بتقع في البلاعة، فبتديها الأخصائية مفتاح تاني. وتاني يوم لما بتقوم سام بتصحى لصوت غريب وبتقع كمان من على السرير، وبتكتشف كمان انها اتأخرت. ولما بتجري بسرعة وبتدخل الحمام المقشة كمان بتقفل الباب. ولما بتطلع من الحمام بتكتشف ان كل حاجة متغيرة حتى الأكل والشرابات. ولما بتطلع من البيت وتركب العجلة بتكتشف ان الكاوتش كمان نايم، فبتحاول تهدي نفسها وتصلح العجلة بسرعة. ولما بتروح الشغل ما بتحطش حاجة في مكانها، فالمدير بيطلعها بره الماركت علشان تدخل العربيات بتاعة التسوق جوه المحل. ويوم الجمعة بتروح لهيزل علشان تطمن عليها، وبتعرف ان العيلة اللي كانت هتيجي تتبناها ما راحتش، فبتدخل لهيزل علشان تواسيها وبتقول لها ان اكيد في عيلة قريب هتيجي وتتبناها. ولما بتطلع بره بتجيب سندوتش علشان تاكله، ووقتها بتيجي قطة سودة وبتقعد جنبها، فبتحط لها سام كمية من الاكل اللي هي بتاكلها علشان تاكلها معاها. بعد الاكل بتقعد تكلم القطة وبتقول لها ان حظها وحش جدا وانها زعلانه كمان على حظ هيزل وان العيله اللي كانت رايحه تتبناها ما راحتش. بعد الاكل القط بيسيبها ويمشي، وبتلاقي تحت الورقه اللي كان فيها الاكل قرش شكله غريب. تاخد القرش وتاني يوم بتلاحظ ان كل حاجه طبيعيه في البيت بتاعها، بتقعد ترمي في الاكل علشان يقع على الارض، بس الاكل بيقع في الطبق. فبتفرح جدا وبتعرف ان القرش اللي معاها قرش الحظ. تكلم بعدها مشرفه الدار علشان تروح تشوف هيزل، فبتوافق. ولما بتروح الشغل بتشتغل حلو جدا لدرجه ان المدير بينبهر بيها. ولما بتدخل الحمام العملة بتكون هتقع منها، بس بعدها القرش بيقع منها وبتطلع بره المطعم وهي حزينة جدا وبتخبط راسها في العمود. وبعدها بتشوف القط الاسود في الشارع وفجأة بيتفتح قدامها باب سري والقط بينزل منه، فبتنزل هي كمان وراه وبيتحولوا بعدها لعالم غريب ودنيا تانية. وبيدخلوا بعدها الجهاز غريب شبه الفضاء. وقتها القط بيطلب منها انها ما ينفعش تخش وراه لان ممنوع البشر يدخلوا جوه، وانها مدينة بيحكمها جنيات الحظ، وان القرش اللي هي ضيعته هو المفتاح اللي بيدخل بيه للمدينة دي. بيقول لها ان اسمه بو، وهي بتصمم انها تدخل المدينة وتاخد قرش كمان علشان حظها يبقى حلو. وبتقول للقط ان هو ياخد الزرار اللي في الشنطة ويدخله كأنه العملة، وهي هتتنكر كأنها جنية. ففي البداية القط ما بيكونش مقتنع، بس بيقول لها ان هو بيحب المغامرات وبياخدها وبيدخلها البوابة من غير الحراس ما يشوفوها، وسرق لها لبس واتنكرت هي في شكل جنية. ولما دخلت المدينة محدش لاحظ انها شكلها غريب. وبعد كده القط بيعرفها على صديقه وبيقول لها انها لازم ترجع لمدينة البشر لانها جابت الحظ السيء للمدينة بتاعتهم. فبترفض سام وبتقوله انها مش هتمشي من غير العملة، وبتعرف الولاد الصغير كمان على كل حاجة وانها بشرية. فجيري بيزعل جدا وبيقول لبو ان هم لو عرفوا هينفوا لمدينة الحظ السيء. وبعدها بتيجي شرطة الحظ السيء علشان تفتش في المدينة ويشوفوا ايه اللي بيجرى فيها، وبيقترح عليهم جيري ان هم لازم يركبوا طيارة ويروحوا لمدينة البشر. الطيارة دي مش هتعرف تتحرك من غير الجوهرة، وبياخدهم جيري بعد كده على المكان اللي هياخدوا منه الجوهرة. وهناك بيشوفوا تنين شكله جميل، والتنين ده
بيكون بيشم بالحظ السيء عن بعد أميال، وفعلا بعدها بياخدوا الجوهرة وبيروح علشان يشغلوا الطيارة. ووقتها بيكونوا هو وبو بيدوروا على عصاية التحكم بتاعة الطيارة علشان يعرفوا يحركوها. بيحاولوا ان هما ما يلفتوش انتباه الأرانب اللي بتبص على الشاشات، وبينجح فعلا ان هو يحرك الطيارة ناحية مدينة البشر. قبل ما بيتكشفوا سام بتحاول تلاهي الأرانب بالغنى والرقص، وفعلا الطيارة اللي هما بعتوها لقت العملة، وفجأة بتظهر على الشاشات مراقبة الحظ السيء اللي بتقول ان هما اكتشفوا الزرار بتاع الشنطة وان هما مشتبهين في 3 قطط منهم بو، وان الزرار ده تسبب في الحظ السيء لقط تاني زميله، وان مطلوب القبض عليه. ولما بترجع الطيارة لجيري علشان ياخد منها العملة بيقرف منها لانها بتكون متغطية بالمجاري، ووقتها كمان الطيارة بتكون وقتها خلص وبتسيبه وتمشي. وبعد كده جيري بيقول لبو ان هما لازم يروحوا يدوروا على الطيارة في سلة المهملات، والمكان ده بيكون ما بين المدينة بتاعة الحظ السيء والحظ الجيد. وطبعا سام في الاسانسير بتتك بالغلط عليه، فبيكون خلاص هيوديهم على المكان بتاع الحظ السيء بدل ما يوديهم في المنتصف، وبسبب غلطة سام بيتحبس بو وبيحاول يستغيث بيها علشان تنقذه وتطلعه من المكان اللي هو فيه، وبيعرفها بو الطريق بالظبط وبيطلب منها انها ما تغيرش الخطة. وفعلا سام بتوصل للمكان اللي فيه الحارس اللي بيشغل فيه الماكينة، اللي اول ما بيشوفها بيقعد يحكي لها حكايته وان ازاي التنينة خلصته من حظه السيء، وبيقول لهم ان هو لقى فعلا الطيارة وانها كانت متوسخة ووداها للمكان اللي هتتنضف فيه. وبعد كده سام بتقول للقط انها نفسها تروح للتنينة وتقول لها انها جنية حظ سيء، وانها نفسها تخلصها من الحظ السيء ده وتخليها جنية حظ جيد. فبوب يرفض الفكرة وبيقول لها انها خطر عليها لانها هيكتشفوا انها بشرية، فسام بتقول انها مش هتستغنى عنه ولا عن هيزل وهتجيب له العملة كمان. وبعدها سام بتروح للتنينة والتنينة بتديها عملة وبتقول لها ان هي هتحتفظ بيها لمدة 4 شهور وحظها السيء ده هيروح، فبتشكرها سام وبتاخد العملة وبتطلع بره. وبتشوف بعدها بو والحراس واخدينه لان هو اللي ضيع العملة، فبتزعل سام جدا عليه وبتطلع تجري بسرعة على عربية وبتديله العملة وبتقول انها لقيتها مرمية على الارض. وقتها الموظفة بتقول لبو ان هو يروح يغير الطوق بتاعه بطوق جديد علشان العملة ما تضيعش منه مرة تانية. وبعدها سام بتطلب من بو ان هما يوقفوا الماكينة بتاعة الحظ السيء لمدة 2 ساعتين بس، لحد بس ما في عيلة تيجي تاخد هيزل وتتبناها، فبيحاول يساعدها فعلا في اللي هي عايزاه. الماكينة بتنفجر والمكان كله بيتملى حظ سيء، وكل القروش اللي موجودة في المدينة بتتدمر ما عدا القرش اللي موجود معاه. ووقتها بيقول لكل الموظفين اللي هناك ان هو احتفظ بالعملة ديت علشان هو قط حظ سيء واحتفظ بيها علشان يكون كويس والناس كلها تحبه. وبعدها سام بتعترف لهم انها بشرية وانها بتتأسف لهم كمان على كل اللي حصل بسببها، وعملت كل ده علشان خاطر صديقتها هيز. وقتها كل اللي موجودين بيزعلوا جدا من بو بيسيبوهم ويمشوا. وقتها سام بتقعد تعيط وبتشتكي لبو ان حظها سيء جدا وان عمرها ما كان حظها حلو وان حياتها بائسة وكل مكان بتروحه بتبوظه، فبيطبطب عليها بو وبيقول لها انها انسانة طيبة جدا. بعدها سام بتفتكر المكان اللي كان فيه الجواهر، في مكان فيه اضاءة خضراء، فبتقول لبو ان اكيد المكان ده فيه حظ جيد وان هم ممكن يستغلوا المنطقة دي. وبعدها بيروحوا الوحوش الحظ السيء وبيسألوه على المنطقة دي وازاي يروحوها، وبتقول لهم رئيسة الوحوش ان هم عندهم فعلا مكان للحظ الجيد متخزن في جرعة معينة، وفعلا رئيس الوحوش بيعرف يديهم شوية من الحظ الجيد. وبتروح بعدها سام للتنين اللي كانت التنينة مساعداه علشان يروح معاها ويخليها تساعدهم. واول ما بيروحوا للتنينة سام بتحط لها شوية من الحظ السيء وحبة من الحظ الجيد علشان تخلطهم مع بعض وتعرف تعمل جوهرتين وتحطهم في الماكينة بتاعة الحظ الجيد علشان تشتغل. بتقرر التنينة انها مش هتعمل حظ سيء تاني وتخلي العالم كله حظه جيد، فسام بترفض الفكرة وبتقول لها ان لازم يحصل توازن في عالم البشر. بتقول لها ان لولا الحظ السيء ما كانتش شافت بو ولا عرفت بالمدينة بتاعتهم ولا كانت التنينة نفسها شافت التنين واعجبت بيه. وفعلا التنينة بتقتنع بكلامها وبيرجع كل حاجة لطبيعتها. بتشوف بعدها هيزل صديقتها وهي مع عيلة جديدة وبتكون مبسوطة بيها جدا. وبعدها بتروح التنينة لوحوش الحظ السيء وبيقرروا ان هما يتعاونوا مع بعض. وبترجع بعدها سام لعالم البشر وبنشوفها بعد سنة وهي بتشتغل في الماركت، وبتروح بعدها هي وبو علشان ياخدوا هيزل ويلعبوا مع بعض، وبتكون وقتها حياتها استقرت. لو عجبك الملخص اعمل لايك واشترك في القناة علشان يوصلك الملخصات الجاية كلها.